طبعا ان شاء الله دلوقتي هنحاول نعمل تشكيله للموسم الحالي من دوري ابطال اوروبا، تشكيله هيستوريكو ماجنيفيكو، على الاقل تاخدوا البطوله، مش هرضى باقل من كده. فنبدا بفيل فودن. والله فيل فودن لو بالفورمه بتاعته، بالتوب فورم بتاعه، واخده معايا طبعا، بس دلوقتي اشك. لكن خلينا ناخد فودن ناحيه اليمين، ماشي. رافينيا ناحيه الشمال طبعا عادي جدا، ويبدلوا مع بعض مفيش اي مشكله. الراجل ده ما اعرفوش على الدكه. اديمولا لوكمان. هلعبه راس الحربه بتاعي. توماس ديليني على الدكه. بقول لك عايز اخد دوري ابطال، على الدكه انت كمان، يلا بسرعه. اشرف حكيمي باك يمين طبعا، احنا هنهزر. انطوان جريزمان يلعب في نص الملعب عادي، يعني مش هبقى احسن من ديشامب، بيلعبها له. انزو فرنانديز يلعب برضه في نص الملعب. فان ديفين قلب دفاع طاير سريع جدا الواد ده. محمد قدوس حماده. وانا حماده يعني مفيش مكان على الدكه، ولازم احط له، يعني لازم احطه في مكان. فباعتبار ان قدوس اشول، واخد لي بالك انت، انا هشغل بقى اروح ايه المدير الفني اللي جوايا، هلعبه باك شمال بحيث يروح ويرفع عرضيات والكلام ده. كاي هافرتس في نص الملعب. ديفيد لويز ماشي بقى، بص هو يعني ديفيد لويز دلوقتي شطب كوره، بس هو راجل خبره برضه معانا في قلب الدفاع. طب احنا عايزين حارس مرمى. ما اعرفش بقى هل انا المفروض اعمل سكيب دلوقتي ولا اوقف لو طاروا حارس مرمى ولا ايه. مفيش سكيب طبعا، ها. لو طاروا حارس مرمى كبير طبعا، حارس مرمى عظيم. ديوجي سيميوني المدرب. هنعمل ايه بقى في البطوله؟ هنعدي دور المجموعات. هنلاعب بافوز في، هنعدي ثمن النهائي. كسبنا مارسيليا والله في دور ال 16. الله، ده احنا كسبنا في نص النهائي. ده احنا كسبنا البطوله يا جماعه كسبت البطوله، وحارس المرمى بتاعي لو طارو مارتينيز. اتحداك مهما كنت مدير فني جبار تعمل اللي انا عملته.